اغرب 3 اماكن في الكويت هتروحهم معايا النهارده. المكان المره دي اللي رايحينه مكان مختلف جدا. Liver adobo. ومكان خاص بجاليه معينه او بلد معينه. Kilawin. Like salad? Yeah. Kilawin. Kilawin. Thank you. Baristo is LB Restaurant. Welcome in Little Manila. Yeah, thank you both. Thank you. عبارة عن بلد بثقافتها جوه البلد. I visited Philippines before. الفلبين يعتبر من أكبر الجنسيات الموجودة في الكويت من بعد المصريين، وأكيد التوب الهنود. طبعا أكيد ما تنساش شرق آسيا كله بيحب الرز، مالهمش في الخبز زي حالتنا ولا العيش زي ما بيقولوا بمصر. فجنسية محترمة جدا في تعاملها، وفي نفس الوقت إنسانيين بيحبوا الاحتفالات والأكل الكتير. تجربة غريبة وعجيبة. قاعدين بيحتفلوا في عيد ميلاد مزيكا عندهم هنا اهوت، والجو آخر حاجة. أشبه بتشاينا تاون كده، بس حاجة طبعا دي مكرونات ألوان مختلفة، أخضر وأحمر وأصفر، أصغر على أصغر. نقدر نقول عليها سري فود، نقدر نقول عليها هي عبارة عن مانيلا العاصمة بتاعت فلبين جوه الكويت جوه السلمية. فخليك معي فيري انترستد، لازم اتفرج على الموضوع ده. وبمناسبة طبعا ان انا مراتي متجوزها من الفلبين، فاكيد زرت المكان اكتر من مرة. لما زرت الفلبين من فترة كان موضوع صعب جدا، موضوع الاكل هنا، موضوع الاكل الحلال بالاخص هناك. اكل صعب اللي انت تلاقيه في اماكن فيها، لازم تدور على الاماكن يكون فيها اكل حلال، لان اغلبيه الاكل اللي بيعملوه او يقدموه تلاقي جنبه في نفس الشوايه اللي بيشوا عليها في خنزير، واحنا كمسلمين مش هينفع ناكل حاجه يكون جنبها خنزير او فيها خنزير او بيعملوا حاجه او بيشوا على المكان اللي فيه الخنزير، على حد علمي والله اعلم. فكان صعب بالنسبه لي الاكل هناك كتير. بس بمناسبه اللي احنا طبعا في دوله اسلاميه مفيش الكلام ده هنا، فانت تقدر تخش وتاكل في اي مكان وانت طبعا مرتاح. اكل هندي فلبيني ما في مشكله. طبعا ده من اكبر الاسواق اللي موجوده للفلبينيين، هنرجع له ونخش فيه ونشوف المنتجات بتاعتهم. طبعا كل ما بنقرب اكتر من ليتل مانيلا كل ما تلاقي فلبينيين اكتر. احنا كده المفروض دخلنا داخل السوق، في كل ما هو فلبيني موجود، مطاعم، اكل. كل ما هو فلبيني. I visit Philippines before. I go to the Philippines, go to Metro Manila, go to Manila. ده أنواع الأكل اللي موجودة عندهم. ناس كتير قاعدة بتاكل، ولكن برضو مش عايز أخش في حياتهم كده، أخش أصور وهم قاعدين بياكلوا بتاع، ولكن زي ما انتوا كده سامعين بيحتفلوا بعيد ميلاد حد هناك. الغريب في الموضوع بقى مش من موضوع العيد ميلاد، ان الاكل المطعم اللي انا فيه او المكان اللي انا قاعد فيه وبشرب قهوه صالون تجميل نسائي، والاكل خش تاكل، تعمل وشك تعمل شعرك وتطلع بعد كده. مجتمع غريب، بس ما تعشرهم تفهمهم، ناس محترمين. الميزة عندهم كمان هم مجتمع بيحبوا بعض مهما يكن في مشاكل ما بينهم. فاضل فترة كتيرة شغال معاهم، بيحبوا بعض وما يشتكوش بعض، يعني برغم ان هم بيبقى في مشاكل ما بينهم ما بين بعضهم، ولكن ما وصلوش الموضوع بره النطاق بتاعهم، بره المجتمع ذات نفسه. فدي ميزة مش عارف ولا عيب. اوكي، دلوقتي هتقول لنا اسماء الفود او اسماء الاكل عندهم. What's the name of the food? Hello. Hello, hi. Can tell me the names of the Yeah, the we meal. have laing, Which one? laing, beef sisig, paksiw bangos, beef caldereta, dinuguan, liver adobo,
adobo, chicken liver adobo, patatim, the foot of beef. Actually, we have similar food like this in كل الكوارع. Yeah. In Egypt. Yes. Yeah. And this This ginataang shrimps with long beans and this kalabasa. Yes. This one is dinner. Actually, I traveled to Philippines, but it's very hard for me to eat there because no, the halal food is not. This one is patatim, beef patatim. Yeah. And this one is the ginataang shrimps with vegetable. And also this one is liver adobo. Okay. And this one is the I always eat chicken adobo, not liver adobo. and this one is carderita. Beef carderita. And this one is the beef sisig. This one is bangus paksiw. Thank you. Fish. And this one is laing. And little Manila. Yeah, thank you both. Thank you very much. دي اسماء الاكلات عندهم، انا ما فهمتش حاجه خالص، ولكن لما رحت الفلبين وزرت هناك كان في اكل كتير اكيد ده ستريت فود، ولكن للاسف ما كنتش عارف اكل لان الاكل حرام كتير او الاكل فيه طبعا خنزير فما عرفتش اكل. مش ده فود. تجربه غريبه وعجيبه. قاعدين بيحتفلوا في عيد ميلاد مزيكا عندهم هنا اهوت والجو اخر حاجه. باي ليتل مانيلا عبارة عن ستريت فود، أكل الشارع بس مقنن هنا في الكويت في مولات. دلوقتي المفروض اللي احنا في المفروض اللي احنا دلوقتي في المنتجات بس أو سوبر ماركت أكتر حاجة منتجات عنده أكل فلبيني أو منتجات فلبينية. هي دي انواع من المنتجات هات دوج. انا مش عارف ايه ده بالظبط، المفروض ده اللي كده ده منتجات من هات دوج. كده دجاج شرائح يعني شكله دجاج خالص. طبعا هم من عشاق الصويا صوص، لازم يبقى في عندهم صويا صوص، صوص بأنواع أنواعها. صويا صوص، فيش أويل، الصوص ده عشق ليهم أو الصويا صوص في العموم. وطبعا من ضمن المنتجات أو الأكلات اللي بيحبوها جدا النودلز جميع أنواعها، لكن في بعض البراندات عندهم على طول عليها اوفر بيحبوها جدا. الجماعة اللي انا شغال معاهم على طول اشوفهم بيجيبوا النودلز ديت. وطبعا دي مكرونات الوان مختلفة، اخضر واحمر واصفر. طبعا دراي فيش، السمك المجفف، السمك المجفف بجميع احجامه والوانه واشكاله. كميات سمك مجفف من ضمن الاكلات اللي بيحبوها جدا 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 جدا. في بعض الاحيان جربت منهم حاجات يعني طعمها مش سيء، طعمها حلو. مش عارف ده سمك ايه بالظبط انواعه. مش عارف، جربته قبل كده دراي فيش، محتاجين تجربوه، انواع كتيرة جدا حلوة. طبعا اكيد ما تنساش شرق اسيا كله بيحب الرز، مالهمش في الخبز زي حالتنا ولا العيش زي ما بيقولوا في مصر.
خلينا نجيب حاجة نشربها. أنا صراحة هاخد ده، بس أنا اللي شفته حتى الصويا صوص عاملاها مع موز وشوكولاتة. دي حمص ده ولا إيه بالظبط؟ فراولة. أنا هاخد دوت. هاخد دوت عشان بقى المكافأة إيه؟ المفاجأة اللي بعديها. رايحين في مكان تاني مختلف. انت لو داخل السوبر ماركت الامباسادور وبتشتروا منه حاجات هتلاقي اكل جوه من عندهم برضو. يعني مش هنقول اغلب اكلات، ولكن اكلات كتيره مشهوره عندهم هتلاقيها وتقدر تشتريها من جوه. في بعض الاكلات عندهم صراحه ممتازه وطعمها حلو، في بعض الاكلات غريبه. يعني في بعض الاكلات شبيهه بالاكله الملوخيه مثلا المصري، ملوخيه ناشفه مع طريقه مختلفه. في أكلة اللي احنا شفناها من شوية ديت قريبة من أكلة الكوارع في مصر، الفشة والكرشة والكوارع وشوربة الكلام ده كله. وهنا بيقولوا عليها تقريبا، أو هم بيقولوا عليها تقريبا بولالو. يا دوب بقى نلحق نروح المكان التالت إن شاء الله. مكان تحفة، خليك معايا. مفيش احلى طبعا بعد ما نخلص المشوار الاكل اللي احنا كنا فيه ده والسوق الفلبيني، اللي احنا ننزل بقى ايه وفي نفس الوقت نجرب الكاميرا الاكشن 5 اللي معانا. البحر اكيد. فانت اكيد لو بتتفرج جديد على القناه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب اكيد للقناه. لو ما بتتفرجش ده للاسف لازم تتفرج على القناه، تتفرج على الفيديوهات الجديدة والفيديوهات اللي فاتت. يلا بقى ننزل نعوم. يلا، البحر من أمامنا والعدو من خلفنا. اكيد بقى ما تنسوناش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب.